السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة ميمون بن إبراهيم للتعلم والمعرفة. السيفون ديال لافوند والسيفون ديال البلاستيك، شكون فيهم اللي حسن وشكون فيهم اللي عنده داك المجرى ديال الماء يكون واسع، وكذلك ديك الفتحة اللي تكون واسعة. احنا غادي نشوفوا دابا الطريقة شكون فيهم اللي زوين والطريقة ديال التركيب ديالهم. فكما كتشوفوا هذا ديال البلاستيك فيه 4.5 سنتيمتر فهاد الساقية اللي كيجري فيها الماء، بينما هذا ديال لافوند فيه 8 ديال السنتيم، 8.5 تقريبا. هذا السيفون ديال لافوند كيكون صحيح، كيكون قاصح صلب، واخا الثمن ديالو طالع شويه، ولكن راه احسن من هذا ديال البلاستيك. البلاستيك كيدير شي 13 درهم، ولكن نتوما كتشوفوا الفتحات ديالو راه صغيره. غادي نتعرفوا على المزايا ديال هذا ديال لافوند. لافوند هو واحد الخليط بين شويه ديال الكربون والحديد. بالنسبه للقادوس ديال المياه راه كيدخل فيه هذا ديال البلاستيك، كيدخل فيه كيبقى واحد شويه. هذا ديال لافوند كيبقى واحد شويه ديال الاتساع، كنعمروه اما بالسيمه بيضاء ولا سيمه كحله، ولكن الافضل الا قطعتي واحد الطريف ديال البي في سي وتدخلو معاه تما. الفتحه ديالو ديال الفوق كتكون واسعه بزاف على الاخر. هذا كيدار تحت ديك القرقره اولا السيفون دكور في السطح. من الاحسن ديروا هذا ديال لافوند. شوفوا الفتحه ديالو كبيره على الاخر ديال البلاستيك، كيدخل الماء مزيان. هاد الفتحه اللي كتكون عنده الفوق، هذا ملي كيتخنق يعمر بالكالكير اولا طاحت فيه شي حاجه وكتهرس من الفوق، كتلقى هذيك الفتحه ديك التقيبه الفوق، باش حتى الا كانت شي حاجه باينه تما كتجبدها. فكنجيبو الطريف ديال البي في سي بحال هذا. انتم الا شفتوا هذا راه ما بغاش يدخل فيه. هذا النوع الممتاز كيكون القادوس غليظ شويه. هذا البي في سي عادي راه رقيق، السمك ديالو رقيق، غادي يدخل فيه. غنقطعو منه واحد الطريف باش غادي نعمرو عليه. ها هو راه كيدخل فيه كما كتشوفوا. هذا راه هو البي في سي الممتاز اللي على اليمين، وهذا غير العادي. شوفوا السمك ديالو راه رقيق شويه. فحنا نقطعو منه واحد 5 سنتيم وغادي ندخلوها في داك القادوس اللي راه هو في الارض، وعاد نركبو عليه السيفون ديال السيفون فوق منه كود اس. كنقي من هاد الشوائب اللي فيه مع التقطع ديال لاماد المنشر، كيبقى واحد الحبات خارجين. من الاحسن نحكهم بكاغي تحرش. القادوس كان غير مليوح، هنا راه مخدمينش بيه. من الافضل الا كان شي انستالاسيون ديال الديور كبار بحال هكذا، ولا من الافضل شريو قادوس يكون مزيان، واخا راه غالي شويه ولكن ما عندك ما دير. ندير ليه الكولون ونحطو بلاصتو مباشره. دابا انا درت الكوفراج من التحت، كاليتو من التحت، وغادي نعمر واحد شويه ديال البيطون باش نحط السيفون في بلاصتو. من الافضل نعمرو دابا بالبيطون قبل ما نحط السيفون باش ما يحبسنيش. نعمرو بيطون مزيان باش ملي تكون الضاله من التحت الضاله تبقى تبان مزيانه. هي كتغطى بالقبص، راه الطواليت لتحت كتغطى بواحد الفو بلافون ديال القبص، ولكن من الافضل نعمرو الدارات، نمسحو من الماء لان الكولا راه كيأثر عليها الماء شويه. دابا ندير ليه الكولا وغادي ندخلو بلاصتو.
ها هو راكب بلاصتو. داك الاتساع ما بقاش، سواء كما قلت لكم عمرتيه بداك الجوان اللي كيبقى، داك الاتساع اللي كيبقى، سواء عمرتيه بسيمه كحله ولا سيمه بيضاء، اولا من الافضل ديالو بحال هكذا قطع طريف ديال البي في سي ديالو فيه. هذا السيفون ديال البلاستيك كود سيفون دكور اولا قرقره كل واحد كيسميها. ومن الافضل ناخذ العبارات ديالي مزيان باش ما نضطرش نزيدو هو شي طريف ديال القادوس فوق منه. من الافضل يتحط السيفون فوق منه مباشره، لان غادي تكون عليه الزفت. كذلك من المزايا اللي زوينه فيه هذا السيفون ديال لافوند انه كتصودي عليه الزفت، ما كيتحرقش، عكس ديال البلاستيك ما يمكنش تصودي عليه الزفت. كنزيد نعمر شويه بالكولا تما زياده وصافي، راه الماء ما غاديش يطلع تما. هذا هو السيفون اللي لقينا كبير، قرقره اللي لقينا كبيره ديال النحاس فيهم على حد 50. هذا بي في سي ديال الفتحه عنده ديال 75. غيكون ديال النحاس غادي يكون ديال 75، ولكن ما قلبتش، ما فيهم يقلب. فهذا الشكل ديالو النهائي كما كتشوفوا. الفتحه ديالو راه كبيره، وهذيك الفتحه اللي كتكون في الجنب تما الاغلبيه ديال الناس راه ما غيكونوش عارفينها ديالاش، ولكن راه الا تخرق كنسرحوه من تما، لان الكالكير كيعمر تما بزاف، بالخصوص الا كان في الطواليطات كيعمر فيه الكالكير، كنسرحوه من تما. دابا غادي نكراطي ديك الشوائب اللي زايده باش غادي نفرش واحد 2 سنتيم ولا 4 سنتيم ديال الفورما باش نحط عليها الزفت، باش عاد تولي دوز الفورما ديال لا موزيك اولا الزليج او داكشي اللي غادي دير. نشطبو مزيان ونغسل نسيقها مزيان، لان هاد البلاصه هي اللي كيكون عليها الدرك بزاف. راه كتشوفوا راه الروبينيات كاينين هنا، والماء السطح كله كيتجمع هنا. هادي كندير لها سيماسيك مزيان. هادي راه 5.5 ديال الرمله درت فيهم عفوا برويطه ونص ديال الرمله، درت فيهم 5 ديال السيمه. هادوك الحاشيات كنطلعهم، داك القنيت كيطلع واحد شويه باش الماء ما يطلعش للحيط. راه غادي نفرش فوقو الزفت، ولكن من الافضل داك القنيت كيكون دائري واحد شويه روند. كنملسها مزيان باش ملي نحط عليها الزفت يتسود عليها مزيان. هانتوما كتلاحظوا هاد القنات هادو هما طالعين واحد شويه، ماشي ما غاديينش بلا مع الفورما مع الحيط. كنمشي حتى للحيط وكنزيد داك الحريف طالع واحد شويه باش الماء ما يمشيش للحيط. تقريبا سنتيم ونص اولا 2 سنتيم باش يكونوا طالعين كما كتلاحظوا هنايا. هو اللي كندير رجله كيدخل صبعي تحت منها، هذا هو الجهد. الزفت من الافضل يكون مزيان، وماشي ضروري تفرش السطح كامل. اللي ما الناس اللي ما فحالتهمش يفرش غير هاد المتر ونص ولا 2 متر حدا الروبينيات حدا القرقره ديال السطح. انا كنقطعها ونخلي واحد 10 سنتيم هنايا في هاد البلاصه باش تكون طالعه مع الحيط، باش ملي تدوز البلينطا سواء ديال لا موزيك اولا الزليج تطلع تغطيها. الزفت خاصو يكون طالع في الحيط واحد 10 سنتيم على الاقل. وهنايا في هاد الجناب هادو رانا خليتهم طالعين واحد شويه باش الماء حتى الا دخل الماء يبقى مجموع تمايا ويهبط يمشي للسيفون. انا غادي نسخن الزفت دابا، ما عنديش شاليمو كبير ما جبتوش، غنقضي غير بهذا ديال البلومبي. غنسودي مع الحيط، راه طريقه سهله ماشي شي حاجه. وهنا غنزيد واحد الطريفات ديال 10 سنتيم نسوديهم مع الحيط ونسوديهم مع الزفت في الارض، ونحاول نسوديهم مزيان ما نخليش الماء منين يدوز.
هذا الشكل ديال الزفت. غادي دوز فوق منها الفورما مازال، وداك الجناب ديال اللي غتكون فيهم البنيطه راهم طالعين بواحد 10 سنتيم. من بعد ما فرشت الفورما اللي غادي دوز الفوق، ها هو السيفون ديالنا غادي نسوديو عليه الزفت. وانتم غتشوفوا هذه احسن طريقه الا بغيتي دير الزفت. من الاحسن دير السيفون ديال الحديد، الا درتي البلاستيك خاصك هاد الكارغوي هذه اللي كتكون ديال الدوم باش ما يتحرقلكش البلاستيك، فهذا كيغنيك على ديك الكارغوي. فهذا قلنا كيدير 50 درهم 55 درهم. الا درتي ديال البلاستيك 13 درهم، فالا بغيتي تشري له هاد الكارغوي راه كدير 100 درهم. ملي كنسوليه كيبقاو واحد التقابي بحال هكا، كنجيب طريف ديال الزفت وكنقلبو وندوبو بحال هكا ونعمر به مزيان دوك التقابي اللي بقاو باش ما نخليش الماء ملي يدوز بالمره. الطريقه راه سهله، وهذه هي احسن طريقه وما كاينش من غيرها. فانتوما كتلاحظوا راه تسودا مزيان. السيفون هو هذا، والفورمه راه مخدومه على اساس انه يتحط فوقها لا موزيك. هذه هي الباكيطه ديال لا موزيك، فهو داك الشيء راه مفيني، بقات واحد 2 المليم كتلعب بها كي بغيتي ديك الساعات. فكنتمنى تدعمونا في القناه وتشاركوا معنا في القناه وبارطاجيو الفيديو. دعمونا بلي لايك، شي تعليقات يكون زوينين. والسلام عليكم ورحمه الله، وتسنونا في فيديوهات جداد ان شاء الله.